ايه اللي حصل للظابط بعد ما قرر يفتح شقة المطربة ذكرى بعد سنة ونص من مقتلها على ايد زوجها ايمن السويدي، اللي قرر ان هو يتخلص من المطربة ذكرى ومدير اعماله وزوجة مدير اعماله ب81 طلقة. كل ده قلناه في فيديو في الحلقة اللي فاتت، وكانت الشقة مرعبة جدا بعد ما تم تشميعها. ناس كتيرة كانوا بيشتكوا ان هم بيسمعوا وبيشوفوا حاجات مرعبة بعد ما كانت الشقة تم تشميعها. هتقولوا لي ازاي؟ ده اللي هكشفه في الحلقة النهاردة. الضابط قرر ان هو يروح يفتح الشقة بس بعد طلب من محمد السويدي اخو ايمن السويدي، اللي راح لاسم شرطة قصر النيل، اللي طلب منهم ان هم ييجوا معاه علشان يفتحوا الشقة بعد ما الجيران اشتكت وطفح منه بيهم الكيل بسبب اللي بيشوفوه وبيسمعوه جوه الشقة كل يوم. حتى شباك أوضة النوم اللي بيتحدف منها طوب وبيسمعوا حاجات مرعبة جدا برغم ان الشقة متشمعة ومقفول كل شبابيكها. طيب حتى الباب اللي لقوه مرة مفتوح، ازاي؟ كل ده انا هكشفه، وخصوصا الضابط هيكشف لنا عن اسرار مرعبة جدا لما راح هناك واللي بيها وشافه وحس بيه اتأكد ان في شقة فعلا مسكونة. نقول بسم الله ونبتدي. الضابط اول ما راح قرر ان قبل ما يفتح باب الشقة او اي حاجة يسمع فعلا هل كلام محمد السويدي فعلا كلام حقيقي ولا عايز يفتح باب الشقة وخلاص. فقرر ان هو يسأل بواب العمارة ويسأل الجيران، وطبعا كان اغلبية الجيران هم من الاجانب، من الأغلبية مش كل الناس، والعمارة كانت مصممة إن كل دور فيه شقة واحدة بس. الجيران أكدوا فعلا نفس الكلام اللي قاله محمد السويدي، واسمعهم أصوات غريبة كل يوم وخناق ناس، وده مش تهيؤات لأن الصوت بيبقى واضح جدا. حتى البواب اللي قال إن هو سمع صوت أيمن السويدي بينده عليه وبيقول له إن هو يفتح باب الجراج الخاص بيه عشان يطلع العربية، وهو متأكد وعارف جدا صوته. ده مش بس كده، ده الضابط سمع حكايات كتيرة جدا، فبناء على أساسها قرر إن هو يدخل فعلا ويشيل الشمع الأحمر من على باب الشقة ويدخل. بس اللي شافه واللي حسه رعبه فعلا. الضابط بحكم تعامله في مجال الشرطة فكان ما بيخافش من الحاجات اللي بيشوفها، بحكم انه بيشوف حاجات كتيرة جدا، قتل وسرقة وحاجات كتيرة جدا، خصوصا في مجال القتل، وخصوصا ان هو كان حاضر فعلا قصة وجريمة الفنانة والمطربة ذكرى. بس هو بيقول ان قبل ما اشيل الشمع ناس كتيرة من الجيران نصحوه ان هو ما يفتحش باب الشقة على طول، وخصوصا كانت عدت فترة طويلة حوالي 20 شهر من الحادثة البشعة دي، وان هو قبل ما يدخلوا يشغلوا قرآن ويدخلوا بيه. دخل وشال الشمع وبيقول ان انا لما كنت حاضر الحادثة اول مرة وكنت شايف الجثث وهي لسه مقتولة بالمنظر البشع دوت، قال انا ما خفتش ولا اتوترت ولا حسيت باي حاجه لاني متعود على كده في مجال شغلي. قال بس اول ما دخلت الشقه المره دي انا حسيت بخوف شديد جدا، وكنت حاسس ان في حد موجود معانا في الشقه برغم ان الشقه كانت فاضيه. وعمل معاينه لكل الشقه بالقوه اللي كانت معاه واتاكد ان الشقه ما فيهاش اي حد، بس بيقول انا كنت حاسس ومتاكد ان في حد في الشقه. بيقول ان هو قرر ان هو يعمل معاينة لكل الاشياء الغالية والثمينة في الشقة علشان يتأكد هل فعلا حد دخل من اي منفذ من الشقة غير الباب وعمل عملية سرقة للشقة. فطبعا عمل معاينة لكل الاشياء الثمينة وتأكد ان مفيش اي حاجة اتسرقت وكل حاجة محطوطة مكانها. بيقول ان منظر الدم كان موجود زي ما هو، انت مفيش اي حاجة اتنضفت، وده بيدل ان الارواح كانت مسكونة لسه في الشقة. الضابط بيقول ان انا لقيت الدم لسه زي ما هو على الحيطان لدرجة ان هو نشف، والمنظر انه هو زي ما كان وكان شايفه من 20 شهر. بس حسيت بخوف ورعب برغم ان مفيش اي حد موجود ولا حتى الجثث اتشالت وراحت على المشرحة، بس حسيت برعب وخوف انا ما حسيتوش في تاريخ عملي تماما. لدرجة ان هو بيقول العفش كله كان غرقان دم طبعا بالحادثة
81 رصاصة. ذكرى 26 رصاصة. خديجة مرات مدير أعمال أيمن السويدي أخدت 22 رصاصة. حتى مدير أعماله كان واخد 18 رصاصة. وبعد كده هو خلص على حياته، وده بناء على الكلام والشهادة اللي قالتها الخدامتين اللي كانوا حاضرين وقت الحادثة، واللي قالت إن أيمن السويدي طلب منهم إن هما يخشوا الأوضة وما يطلعوش مهما كانت الأسباب، وسمعوا صوت خناقة كبيرة جدا ما بينهم هما الأربعة. وبعد ربع ساعة عم سكون المكان كان حاضرة قبل الخناقة والحادثة دي الفنانة كوثر رمزي، ومن كتر عصبيته كانت خايفة منه جدا وطردها لدرجة إن هي من خوفها جرت وما لبستش الجزمة بتاعتها ولبستها على السلالم. الضابط بيقول ايه؟ بيقول ان هو كان شامم ريحة الدم في المكان، وهي دي نفس ريحة الدم اللي كان شاممها وقت ارتكاب وقوع الحادثة من 20 شهر. وبيقول كمان ان هو كان حاسس ان في شقة حد موجود معاهم، حد بيراقبهم وبيبص عليهم. وبعد ما اتأكد ان كل المقتنيات الثمينة موجودة جوه الشقة ومفيش اي حاجة نقصت، وبالتالي مفيش حد دخل سرق حاجة، قرر ان هو يدخل غرفة النوم اللي اشتكوا منه الجيران والبواب ان الشباك لقوه مفتوح وبيتحدف منه طوب. فلقى فعلا ان الشباك مفتوح، برغم ان هو وقت ارتكاب الحادثة اتقفل الشباك واتشمعت الشقة. طيب مين اللي فتح الشباك؟ فده حط في دماغه بحكم شغله ان ممكن يكون حد كسر باب اسفل الشباك ودخل جوه الشقة. فشاف ملقاش اي اثار عنف على الشباك، لا كسر ولا اي حاجة. يعني معنى كده معنى واحد بس ملهوش تاني، ان الشباك اتفتح من جوه الباب اسفة من جوه الشقة، وان اللي فتحوا بسلاسة وبهدوء جدا. يعني الشباك ما اتفتحش ولا اتكسر من بره، لا ده اتفتح من جوه الشقة كأن حد فتحه. يعني معنى كده ان في حد جوه الشقة فعلا. ومن هنا ومن كل الحاجات اللي شافها وحسها الضابط من ساعة ما دخل، اتأكد فعلا ان الشقة مسكونة، وان كل الكلام الناس اللي بيقولوه من الجيران والبواب ان هما صادقين بعد ما هو عاش اللحظات المرعبة ديت جوه شقة الفنانة ذكرى. وهي دي مناظر من الشقة، ودي وقت نقل جثمانها واللي الفنانة التونسية ذكرى تم دفنها في مقبرة سيدي يحيى في تونس. ودي المناظر، حتى تلاقوا بص الصور، الشقة مرعبة جدا جدا. الحادثة كانت بشعة، وده الكلام واللي أدلى بيه الضابط بعد دخوله شقة المطربة ذكرى والحادثة البشعة اللي تعرضت ليها. هما الأربعة بمعنى صح على إيد أيمن السويدي. ناس كتيرة بيقولك بسبب الغيرة، في ناس بيقولوا بسبب إن هي كانت بتعايره إن هو بعدم الإنجاب، والله أعلم إيه السبب الحقيقي. بس تعددت الأسباب والموت واحد والرعب واحد.